السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا فيديو النهارده الحظ هيلعب معاهم حظوظ ومكاسب وانفراجات بالجمله لمواليد 5 ابراج الايام القادمه. كشفت هالة حافظ خبيرة الابراج والفلك عن نصيب 5 ابراج فلكيه خلال الايام القادمه. وتحدثت هالة حافظ خبيرة الابراج والفلك عن الابراج الاكثر حظا. اولها مواليد برج الحوت، على وشك أن يشهد تطورات في حياته وأمامه فرصة التقدم في العمل وكسب المال الذي يجب عليه استغلاله بشكل أفضل. على الصعيد المهني أنت شخص ودود تحب الحياة، وبالتالي يحبك الآخرون وخاصة رؤسائك في العمل، خاصة أن المجاملة تساعدك على التقرب من الآخرين وتحسين علاقتك معهم. وعلى الجانب الصحي احرص على عدم إرهاق نفسك كثيرا بممارسة التمارين الرياضية المكثفة لتجنب تعرض نفسك لمشاكل صحية لا تحتاج إليها. مواليد برج الثور، من المتوقع أن يشهد مواليد برج الثور تطورا ماليا ويحصدوا مكاسب هائلة ويشكلوا صداقات وعلاقات جديدة. مهنيا إذا كنت تبحث عن النجاح حاول أن تحافظ على علاقة صداقة مستمرة بينك وبين زملائك خلال الفترات المقبلة وتجنب القيام بمشاريع لا تثق بها. مواليد برج الجدي، سيحقق مواليد برج الجدي تقدما كبيرا في العمل ويحصدون ثمار عملهم خلال الفترة الماضية. على الصعيد المهني حافظ على روتينك اليومي واحترام قواعد العمل حتى تتجنب تعريض نفسك للعقوبات في المؤسسة التي تعمل بها ولتنجح وتتفوق في مجالك المهني. مواليد برج الميزان، لقد انتظر الأشخاص مواليد برج الميزان منذ فترة طويلة الاستقرار العاطفي والتقدم الأكبر في العمل، وستفتح لهم أبواب الاستقرار والتقدم. على الصعيد المهني حتى لو كنت راسخا في مجال عملك فقد تشعر بالقلق وتشكك في قدراتك، تشعر بالانزعاج الشديد، لكن ليس من الحكمة أن تفكر في ترك وظيفتك الآن. هذه المشاعر عابرة وتجنب اتخاذ أي قرار مهني كبير اليوم. مواليد برج السرطان، يتجه مواليد برج السرطان نحو فترة مثمرة في حياتهم على الصعيد المال والأعمال والاستقرار العاطفي. مهنيا حافظ على المكانة التي وصلت إليها ولا تسمح لأحد أن يشعرك بأنك لا تستحق ما أنجزته أو أن يحط من مكانتك أمام الآخرين. وبكده يكون ده الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.